السلام عليكم ورحمة الله. مفيش اي تفاعل خالص في القناة، زي ما دايما بقولكوا يا ريت نفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وكمان تشتركوا معايا وتقولوا لي رأيكم في التعليقات. تمام. اولا، بعد كده هنخش بقى على وصفتنا، وهي النوتيلا الاقتصادية في البيت، لاني طبعا دلوقتي النوتيلا اسعارها الصراحة بقت رهيبة. هنا معايا كوباية من سكر البودر، كوباية من لبن البودر، 4 معالق كاكاو خام، يا ريت الكاكاو يكون اسباني، ونكهة البندق، ومعلقة كبيرة من الزبدة، ونص كوباية مياه مغلية. آه، لو مفيش نكهة البندق ممكن نسكافيه البندق عادي، مفيش اي مشكلة. تمام. هنا المية طبعا تكون مغلية يا بنات، لازم تكون مغلية. تمام. هنزل بيها على المية المغلية بكوباية سكر البودر وكوباية لبن البودر. تمام. وهنقلب كويس قوي عشان ما يبقاش فيه اي تكتلات، وبأكد عليكم تاني لازم المية تكون مغلية. تمام. عايزه اقول لكم بجد هتعمل معاكم، يعني شو انت بقى لو حابه تضعفي الكميه تضعفيها. انا هنا عملت معايا برطمان وطبق كمان، والطبق ما شاء الله كان مليان. تمام. هنا طبعا زي ما انتم شايفين كده، هنا سيحت فيها الزبده ساحت طبعا عشان الميه مغليه، عشان كده بقول لكم مغليه، ما تكونش دافيه، مغليه. تمام. هنا طبعا ده ايه، هنا دي طريقتين مش طريقة واحدة. دي بقى برضو اللي حابب يعرف طريقة لبن المحلى المكثف، ده كده اللبن المحلى المكثف بنستخدمه في حاجات كتير ان شاء الله. هعمل برضو معاكم حاجات كتير للبن المحلى المكثف، شوكولاتات وحاجات كتير بيه. تمام. هنا طبعا مش هنستخدمه على طول، لازم بقى نسيبه بتاع ساعتين او حاجة في التلاجة. لو انت حابة تعمليه من بالليل وتصحي الصبح ان شاء الله تعملي بيه النوتيلا، مفيش اي مشكلة، ويبقى احلى طبعا، ويبقى مسك نفسه كمان وكمان. تمام. يعني كل ما يجمد كل ما بيكون احلى. تمام. هنا انا خدت منه من الوصفة اللي احنا عملناها، خدت كوباية. طبعا احنا لو اشترينا اللبن المحلى المكثف من بره بنشتريه بفلوس كتير جدا، فدي طريقته وجربوها برضو لو انتي حابة تعملي لبن محلى مكثف. فدي طريقتين في فيديو واحد. تمام. هنا معايا برضو نزلت بقى بعد ما بعد ما عملت اللبن المحلى، هنزل عليه بربع كوباية من الزيت، و4 معالق من الكاكاو الخام. زي ما قلت لكم يا بنات، يا ريت يكون كاكاو اسباني. انا هنا عندي نكهة البندق، ما تكتريش عشان ما تمررش، يعني هي بكترها بس كده، يعني بتاع 3 4 نقط، لان نكهة البندق بتمرر. تمام. وهنبدأ بقى نقلبهم كده كلهم مع بعض، يعني كل المكونات دي نقلبها مع بعض، وننزل بيهم على الخلاط. تمام. عايزة اقولك بجد طعمها رهيب والله العظيم، ما بتفرق حاجة عن بره، بس اهم حاجة تكون نكهة البندق قوية. وما تكتريش، برجع واقولك ما تكتريش تاني من نكهة البندق علشان خاطر ما تمررش. تمام. هنا بصوا القوام، ولسه ما دخلتش التلاجة. تمام. وبصوا ما شاء الله، يعني عايزه اقولك عملوا لي يعني حبه حلوين. بصوا ما شاء الله، هتملى البرطمان ده معايا كله، وهيتفضل كمان بتاع ده، هيتفضل كمان طبق يعني حلو ما شاء الله. بجد وصفه اقتصاديه جدا وحلوه. هنا بعد ما شاء الله ما جمدت بقى معايا في التلاجة، بصوا قوامها بقى عامل ازاي، يعني ما شاء الله ما شاء الله، قوام حلو جدا. يعني يا ريت تجربوها وتقولوا لي في التعليقات ايه رأيكم. ويا رب اكون بفيدكم بوصفاتي، ويا ريت تتفاعلوا معايا في القناة علشان بجد مفيش اي تفاعل. ويا ريت يعني اللي يتفرج على الفيديو يدوس لايك ويشترك في القناة، واكتبوا لي في التعليقات ايه رأيكم. والسلام عليكم ورحمة